السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايب قلبي؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من يوميات رؤية ويحيى. اهلا بيكم من قدام فراخنا. النهارده يومنا 13. بصوا العلف ده الناعم، التلت ده كده الناعم والتلتين وسط. انا خلاص ببتدي ان انا ازود في الوسط واقلل في الناعم. تمام. ده معانا ايه؟ الكيس اللي قلت لكم عليه، كيس الكوكسي كيور. معلش اعذروني، الحساسيه بتاعت الجيوب الانفيه مبوظه الدنيا معايا خالص. الكوكس كيور بيستخدم في علاج حالات الاميريا بيرفس والاميريا حاجات بقى احنا ملناش فيها. ماشي. المسببه لمرض الكوكسيديا، هي اللي بتعمل الكوكسيديا في الدواجن والعجول والحملان، ويستخدم للايكولاي المسببه لمرض الكولي. ما علينا. في العجول والحملان برضو احنا مالناش دعوه، ما بنربيش عجول. بيتحط من 5 ل10 من نص جرام لجرام كوكس كيور على اللتر. يعني بتحطي جرام واحد على لتر ميه لمده 3 ايام، وبيقف لمده يومين، وبعدين بيتعاد تاني، بينكرروا تاني لمده يومين تانيين. ده في حاله ان انت عندك اصابه. احنا الحمد لله ولا عندنا كوكسيديا ولا عندنا كوليستريديا، ما عندناش حاجه. احنا حاطين الجرعه دي جرعه تحصينيه. تمام. الكوكس كيور مش للفراخ بس، الكوكس كيور للعجول وللارانب. هو يعني علاج بيطري حلو قوي قوي. اول ما بقول للبيطري عندي ان انا ظهر عندي اسهال او حاجه، بيقول لي خديه على طول. بس المره دي انا جايباها جرعه تحصينيه، هي بتتاخد في عمر 13 يوم، هيبقى هنديها 13 14 و15. تمام. جرام واحد على الميه. طيب العلف معانا النهارده هحط عليه ايه؟ هحط عليه معلقه من السمسم، يعني ممكن نقول معلقه كبيره، عشان بصوا المعلقه بتاعتي صغننه قد ايه، صغننه قوي يعني، فطبعا مش هتكفي حاجه خالص. لا انا هعمل كده عشان الحكايه مش ناقصه شلل. اهو سمسم. ليه السمسم؟ السمسم من الحاجات الحلوه قوي للكالسيوم عند الفرخ. وهحط زيها كزبره ناشفه، كزبره ناشفه من اللي هي بتاعه المطبخ، بتاعه الطبيخ اللي احنا بنستخدمها في المطبخ. تمام. طبعا مش هحط حاجه تاني، لان احنا بالنهار زي ما اتفقنا ما بنزودش في الخلطات بالنهار. وعلى الميه هحط لهم العلاج اللي هو الكوكس كيور. بالنهار ما بنزودش، ما بنحطش بصل، ما بنحطش خلطه، ما بنحط لهمش حاجه تقيله في الميه. كفايه قوي. ممكن الصبح مثلا لو الصبح بدري وانت بتغيري لهم الميه تحط لهم قد عصره ليمونه كده على الميه، تبقى حلوه. بس يا بابا بصوا بقى، كل القفص ده بالذات انا عارفه، انا مش كاني بليت نفسي، كاني لميت الديوك كلها وحطيتها هنا. اوعى بقى. يا ابني. طب مش حاطه لكم اكل. عايزه اطلع الطواجن احط لهم اكل. كل ما افتح العشه دي يفضلوا ينقروا فيا الديوك. ثانيه واحده بقى هتعارك معاهم. انا طلعت الطواجن حطيت لهم الاكل، بس مش هحط لهم الاكل الا وانا بحط الميه. بجد بينقروا فيا جامد قوي الديوك بالذات. انا هفتح الكيس ده بالمقص. ثانيه واحده. بصوا انا هحط ايه تقريبا كده، يعني انا ما مليتش المعلقه خالص. بصوا مش ماليه المعلقه ابدا، لان ده عندي مش لتر طبعا، ده اكتر من لتر. اهو بصوا شايفين المعلقه عامله قد ايه. ده كده حطينا النهارده وبكره، وان شاء الله بامر الله ان عشنا بكره كنا من اهل الدنيا بكره وبعده، يبقى كده خلصنا ال3 ايام بتوع كوكس كيور. تمام. هفتح بقى للمتوحشين دول. بصوا بصوا والله العظيم بينقروا فيا نقر. دول بالذات زي ما قلت لكم، انا شاكه ان هم فيهم ديوك اكتر، فبيبهدلوني بصراحه. ايديا بصوا، شايفين ايديا عامله ازاي منهم. كل شويه كل ما اجي احط لهم ميه ولا اكل يفضلوا ينقروا فيا. يلا اشرب بالهنا والشفا. التانيين بقى احط لهم برضو، التانيين هحط لهم برضو الميه والاكل. ثانيه واحده مش عارفه افتح الباب. بصوا التانيين غلابه. انا شاكه والله ان انا لميت الديوك كلها حطيتها هنا، وعشان كده عاملين فيا عمايل.
اوعوا تقلبوها، اوعوا تقلبوها. اوعى كده ادخلها لكم جوه سنه. دي بقى تلفيها كده تنزل لهم الاكل كله. بصوا تلفيها كده تنزل لهم الاكل كله كده. يومنا عدى على خير. بياكلوا البشوات، بياكلوا بيشربوا، انتشارهم تمام، امورهم تمام الحمد لله. يومنا تمام كده. اليوم ال12 بتاعنا. بصوا اهو ما شاء الله حلوه العلافه دي. بس عايزه اقول لكم هتدوخني وانا بطلعها من البتاع، لان انا مدخلاها بالعافيه، دخلتها جوه بالعافيه. عايزه دخلتها جوه بالعافيه. هي كبيره حلوه قوي لو انت عندك الفراخ على الارض. لو عندك الفراخ على الارض كده وبالعمود بتاعها كده بتتعلق فوق، جميله جميله في الاكل. انا عايزه ابعد لهم الميه شويه كده عشان يعرفوا كلهم ايه يقفوا ياكلوا. اهو بصوا بتبقى مدوره كده، ودي عيون. بصوا دي كده، شايفين الحاجات البلاستيكات دي عيون بتخليهم ايه ياكلوا كده ويشربوا، ياكلوا منها. في نفس الوقت مفيش كتكوت يعرف يقف عليها، مفيش كتكوت يعرف يعمل حمام عليها. حلوه قوي بصراحه، يعني لو جبتيها هتريحك كتير قوي في التربيه. بتبقوا ايه زي ما انتوا شايفين كده، كل واحد ايه بياكل من ناحيه، تبقى زي متقسمه كده، فبتبقى حلوه ليهم بصراحه. من عمر التحضير يعني انتوا ممكن تحطيها، بس في التحضير انا بفضل ايه الاكل يبقى على اطباق مفروده، على ورقه، تعمليها قوايم كده عشان الفرخ الكتكوت يقبل ان هو ياكل، فاهميني؟ دي ممكن بقى تدخليها من عمر اسبوع، اول ما يبتدوا يشدوا حيلهم كده تدخلي لهم العلافه دي، هتبقى حلوه قوي معاهم كده. الحمد لله يومنا عدى على خير. اشوفكم بكره في فيديو جديد من عند فراخنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هستنى تعليقاتكم لان تعليقاتكم بتبسطني قوي، وبالذات الاستاذه الكريمه اللي بتبعت دايما ما شاء الله، بتبعت ذكر، بتبعت صلاه على النبي، بتبسطني قوي بصراحه، وبحب ارد على تعليقاتها جدا. بشكرك على متابعتك الكريمه. هستنى تعليقاتكم. كل اللي عندها مشكله تبعت لي، كل اللي اتجرأت معانا ونوت ان هي تجرب تبعت لي. لو عندها اي سؤال نتوكل على الله ارد عليها ان شاء الله برضو، وربنا ييسر لنا الحال كلنا ان شاء الله. واللي ابتدى دوره معايا ان شاء الله تبقى دوره خير عليكم ان شاء الله، عليكم وعليا. واشوفكم في فيديو جديد بكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.